يسعد لي أوقاتكم. كيفكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. ببداية الفيديو بنبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما بتعرفوا قرب رمضان، إن شاء الله يا رب الله يعيده علينا وعليكم هيك بالخير والسلامة والسعادة يا رب، ويرفع البلاء، ويا رب هيك إنه نكون آمنين ببيوتنا، لأنه عن جد والله تعبنا بعد الشيء اللي مرق عليه. والله يرحم الناس كلها اللي ماتت بالزلزال. وهلأ عن جد بدي منكم دعواتكم الحلوة. المنطقة اللي أنا قاعدة فيها صار لها من امبارح لليوم فيضانات فيها وفيها سيول، وكتير كتير الوضع صعب يعني وسيء. ونقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله المنطقة اللي أنا فيها صحيح صار فيها سيول، بس إنه ما فيها أضرار، الحمد لله رب العالمين. بس مجبورين يعني إنه نكمل الحياة اللي نحنا عايشينها، مجبورين إنه ننظف ونستقبل هيك رمضان بكل فرح وسرور. يا رب يا رب الله يفرجها إن شاء الله علينا وجميع أمة محمد. اليوم هيك بلشت نظف. قررت إني بلش من غرفتي. مثل ما بتعرفوا ما فينا نشيل السجاد، بس كنسنا السجاد وبدنا نمسحه، وبدي امسح غبرة وهيك ترتيبات والشغلات اللي مثلا ما أنا لازمة واللي ما عاد إلها داعي لازم إني ضبها. فبلشت اليوم من غرفتي. قلت كل يوم بعمل غرفة على 100 مهلة لبين ما يجي رمضان، بكون إن شاء الله إني خلصت. طبعا عاد بيوم وقفة رمضان إن شاء الله بنرجع هيك بنمسح غبرة وبنكنس وبننظف. في هلا هون عندي هاي كتير ساعدتني بالتنظيف وبمسح الغبرة. مثل ما بتعرفوا هون التخت إذا كان شاموا بيكون كتير عليه غبرة، فهي كتير بتساعدكم إذا كانت موجودة عندكم بالمكنسة الكهربائية. هلا كتير عالم من رفقاتي بيقولوا لي انه انت كتير مقصره مشان القناه تبعيتك وما عم تنشري. بصراحه نفسي كتير تعبانه عن جد يعني وما بعرف يعني ما إلي نفس عشي. دائما هيك بيكون عندي فيديوهات كتيرة بيجي لأنشرها وإني أساوي لها مونتاج، فما بعرف يعني ما عم تزبط معي. ما بعرف شو السبب، يعني هو ممكن نفسي، ممكن لأنه ما في تشجيع يعني زيادة. بس إن شاء الله إني عم حاول قدر الاستطاعة إني أنشر لو كل فترة وفترة فيديو، يعني بس مشان القناة تبعيتي إنه ما توقف. هلا ممكن كتير عالم متعلق على الجزمة تبعيتي، بس أنا بحب إني أشتغل فيها. كتير هيك بنبسط بالشغل، بتدفي الرجلين يعني. فكتير يعني ما بقدر أتخلى عنها نهائيا وقت اللي بقعد بعزل. اليوم هيك قررت اني اشيل تياب عبودي انا حاططها معي بالغرفة لانه ما عنده غرفة لحاله. فهيك نقلتها من الدروج تبعيته وحطيتها بالخزنة الصغيرة، وقررت اني احط بالدروج تبعيته المناشف والشالات. يعني طبعا رح هلا افرجيكم بعد ما اخلص. وهون هدول الخزونتين الصغار قررت اني اخليهم لعبودي. هون الدروج اللي كنت حاطة فيها تياب عبودي حطيت فيها درج فيه الشالات ودرج فيه المناشف والبشاكير. هلا هون خلصت حوست الغرفة. في معطر مشتريته كتير ريحته حلوة. بتحسوه هو مثل العطر، بس عن جد بجنن كتير كتير حلو ريحته. حقه تقريبا شي 70 ليرة. بعد ما خلصت هيك رشيت الغرفة فيه، ريحته كتير صارت حلوة. هذا هو المعطر اللي عم بحكي لكم عنه. هلا بعد ما خلصنا الغرفة على الأخير، طبعا بكرة بنكفي إن شاء الله بغرفة تاني. إن شاء الله إذا صار عندي مجال رح نزلكم الفيديو التاني. هلا هون حبيت إني أعمل هيك كيك مشان السهرة. الكيك اللي رح نعمله اليوم رح يكون كيك سادة. أخدت البيض طبعا بحرارة المطبخ. الكيك اللي رح أساويه اليوم رح نعمله بالصينية، ما رح أعمله بقالب لأنه رح ينفش كتير، ويكون عدد البيض اللي نحن أخدينه تقريبا 5 بيضات. فلهيك لازم أن يكون بالصينية أحسن ما يكون بالقالب، لأنه القالب مثل ما بتعرفوا صغير ما رح يسع. هون حطينا السكر وحطيت الفانيلا. وبدي أحط برش البرتقان ونخلطهم كتير منيح لحتى يدوب معانا السكر. ضفت كاسة وحدة من البرتقان والزيت. وهلأ بدي أنخل الطحين. طبعا المقادير كلها رح تلاقوها بصندوق الوصف. رح ندهن الصينية هلأ بالزيت وبعدين نفضي الخليط اللي ساوينا. بالنسبة للفرن أنا شغلته على درجة حرارة 180 لبين ما أطبق الصينية وبعدين حطها بالفرن. الفرن أنا عندي شغلته من فوق ومن تحت، ورح نخلي مثل ما قلت لكم رح يحمى وبعدين ندخل الصينية. أهم شي بعد ما نفضي الخليط لازم إنه هيك نضرب الصينية كم ضربة لحتى نتأكد إنه طلع الهواء من الخليط اللي نحن مساوينه. وهلأ بعد ما دخلناها على الفرن واستوت معانا صار الكيك هيك جاهز. شوفي لونه ومنظره كتير كتير حلو. هلأ كيكة السهرة صارت عنا جاهزة، رح نقطعه، رح أفرجيكم كيف هيك القوام تبعه. هش وطري وكتير كتير لونه حلو وريحته بتجنن والطعم كتير طيب. بتمنى منكم انكم تجربوا الوصفة
وتدعموني بلايك وتعملوا شير للفيديو، وما تنسوا تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم. وبدي شوي تشجيع منكم مشان ابقى كل فترة وفترة اني اقدر هيك انزل فيديو. كل ما شفت تفاعل عندي بالقناة رح انزل اكيد ان شاء الله فيديوهات اكتر.